السلام عليكم. شكرا لكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يسر طاقم نور للتصوير أن يزوركم ويسجل لكم هذا الشريط السمعي البصري ليبقى لكم كذكريات خالدة وأنتم في هذا الطور الابتدائي. وفي البداية نبدأ بالتعرف على أسمائكم، ونبدأ مع أول تلميذ. كيف يسموك وليدي؟ يانس علال. كيف يسموك؟ يانس علال. يانس علال. شكرا لك يا يانس. وأنت؟ أنيس عداوي. شكرا يا أمين. وأنت؟ سواس جلول. سمعتك وليدي؟ سواس جلول. جلول. شكرا يا جلول. وأنت؟ نسر وكوثر أسماء. كوثر أسماء. شكرا لك. وأنت؟ أصالة. فاطمة أصالة. أصالة. شكرا يا أصالة. وأنت؟ داود أيوب. أيوب. شكرا يا أيوب. وأنت؟ كيد خضراء. خضرة. شكرا لك. وأنت؟ سمعتك شو وليدي؟ أنيس زور. أنيس. شكرا يا أنيس. وأنت؟ أيمن بالعاب. نعم؟ أيمن بالعاب. أيمن. شكرا يا أيمن. وأنت؟ النصرية إشراق زهرة. إشراق زهرة. زهرة. شكرا لك. وأنت؟ مقدم سعيد. سعيد. شكرا لك يا سعيد. نعم. وأنت بنتي؟ إيمان لينا بوزيان. وأنت؟ أمينة بوشنا. شكرا يا أمينة. وأنت؟ سيرين أحمد. شكرا لك يا سيرين، وشكرا لكم جميعا. بارك الله فيكم. جمع المذكر السالم. أنيس. يرفع جمع المذكر السالم بالواو والنون. جيد. لماذا يجر وينصب جمع المذكر السالم؟ أيوه. بالياء والنون. ينصب من الجملة كاملة. جمع المذكر السالم بالياء والنون. جيد. نعيد. يرفع جمع المذكر السالم بالواو والنون ويجر بالياء والنون. جيد. وننتقل إلى جمع المؤنث السالم. لماذا يرفع جمع المؤنث السالم؟ زكريا. جمع المؤنث السالم بالضمة. بالضمة. أعيدي أصلا. يرفع جمع المؤنث السالم بالضمة. جيد. لماذا ينصب جمع المؤنث السالم؟ ينصب جمع المؤنث السالم بالكسرة النائبة عن الفتحة. جيد. وماذا يجر؟ ماذا يجر؟ يا رزيع. يجر جمع المؤنث السالم بالسكون. بالكسرة. يجر جمع المؤنث السالم بالكسرة. نعيد. يرفع جمع المؤنث السالم بالضمة وينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة ويجر بالكسرة. جيد. 7. يلا من مضاعفات العدد. شكرا لك أستاذة. كانت هذه بعض المراجعات في اللغة العربية والرياضيات. نكتفي بهذا القدر من الدرس. والآن معنا عينة من أحسن التلاميذ في هذا القسم، ونبدأ مع أول تلميذ. عاود لي اسمك من فضلك وليدي. الأحمر محمد بدر الدين. محمد بدر الدين. تحصلت على المعدل شحال وليدي؟ 9.27. 9.27. من يساعدك في المنزل؟ أختي الكبرى. ماذا تقول لها؟ بارك الله. نعم، بارك الله فيها. وهل تحبها قليلا أم كثيرا؟ كثيرا. وماذا تتمنى لها في المستقبل؟ النجاح. النجاح. شكرا لك، بارك الله فيك. معنا كذلك التلميذة. عودي لي اسمك. نسر وكوثر أسماء. كوثر أسماء. تحصلت على المعدل؟ 9.31. 9.31. نعم، جيد. من يساعدك في المنزل؟ أمي. ماذا تقولين لها؟ شكرا لك هل لأنك ساعدتيني نعم. في
في دراستي في الدراسة. وهل تحبينها قليلا؟ كثيرا. كثيرا. ماذا تتمنين لها في المستقبل؟ شو نتمنى لها إن شاء الله؟ الصحة والعافية. شكرا لك، بارك الله فيك. ومعنا كذلك التلميذة إيمان. إيمان. شحال كان المعدل تاعك أنت؟ 9.27. 9.27. من يساعدك في المنزل؟ أمي. ماذا تقولين له؟ شكرا لك. على المساعدة. وماذا تتمنين لها إن شاء الله في المستقبل؟ الصحة. الصحة والعافية. وهل تحبينها كثيرا أم قليلا؟ كثيرا. كثيرا. شكرا لك. ومعنا كذلك التلميذة أمينة بوشنر. أمينة. أمينة، تحصلتي على معدل؟ 9.38. نعم. من يساعدك في المنزل؟ أمي. ماذا تقولين لها؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هل تحبينها كثيرا؟ كثيرا. نعم. وش تتمني لها إن شاء الله؟ النجاح. النجاح في حياتها إن شاء الله. بارك الله فيك. ومعنا كذلك التلميذة ماني سيها. سهام. كم كان معدلك؟ 9.38. نعم. من يساعدك في المنزل؟ أمي. ماذا تقولين له؟ شكرا لك على مساعدتي. تحبينها قليلا أم كثيرا؟ كثيرا جدا. وش تتمني لها إن شاء الله؟ الصحة والعافية. نعم. شكرا لك. ومعنا في الأخير كذلك التلميذة أصالة فاطمة. فاطمة. كم كان معدلك؟ 9.20. نعم. من يساعدك في المنزل؟ أمي. ماذا تقولين لها؟ شكرا لك على مساعدتي. شكرا لك على مساعدتي في دروسي. نعم. وماذا تتمنين لها؟ الصحة والعافية. تحبينها كذلك؟ نعم. كثيرا كثيرا. نعم. شكرا لك وشكرا لكم، بارك الله فيكم. والآن أسألكم عن من يساعدكم هنا في القسم في الدراسة. المعلمة. نعم، المعلمة تساعدنا ولها الفضل الكبير كذلك. إذا ماذا نقول للمعلمة؟ شكرا لك على مساعدتنا. نعم. وماذا نتمنى لها إن شاء الله؟ الصحة والعافية. نعم. ونتمنى لها كذلك كل الخير. شكرا لكم، بارك الله فيكم، وأتمنى لكم المزيد في النتائج. ونصفقوا عليهم. شكرا لكم، بارك الله فيكم. والآن وصلنا إلى فقرة النشاطات، نبدأها بهذه الأنشودة ومجموعة البنات وأنشودة عليك مني سلام. 1 2 3. شكرا لكم. صفقوا عليهم يا أولاد.
شكرا بارك الله فيكم. ونواصل مع الأناشيد، وهذه المرة مع الأولاد وأنشودة. ما هي الأنشودة؟ الشجرة. 1 2 3. شكرا شكرا. صفقوا اليوم يا بنات. شكرا. والآن مع النشيد الوطني، نشيد قسما وكل أفراد القسم. 1 2 3. شكرا لكم بارك الله فيكم، وصفقوا على أرواحكم. شكرا لك. شكرا. والآن وصلنا إلى آخر فقرة من فقرتنا، وهي فقرة الأحلام والأماني المستقبلية. فمنكم ربما من يتمنى أن يكون أستاذا مثل أستاذتكم، أو ربما طبيب أو مهندس أو قاضي أو محامي أو شرطي أو دركي أو صحفي أو بيطري، نعم، ولما لا سفير أو وزير أو رئيس جمهورية. لما لا؟ نبدأ كعادتنا من اليمين ونتعرف على أول حلم. أتمنى نشرتكم في المستقبل ولدي. نعم، أحلامكم رائعة جدا. نعم، أتمنى من الله أن يحققها لكم في المستقبل. شو نقولوا؟ آمين إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. لكن من أجل تحقيق هذه الأماني عليكم بماذا؟ نعم، كما قالت الأستاذة، العمل والاجتهاد في ماذا؟ في الدراسة. نعم، علينا أن نجتهد كثيرا في دراستنا إن أردنا تحقيق هذه الأماني. كذلك عليكم بالإنصات والانتباه إلى الأستاذة أثناء الدرس.
كذلك لا ننسى القيام بالواجبات المنزلية، أليس كذلك؟ نعم. وكذلك هناك أشياء أخرى كذلك تساعدنا على النجاح في حياتنا وتحقيق أمالنا، وأهمها وأولها هي طاعة الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد طاعة الله سبحانه وتعالى علينا بطاعة من؟ نعم، الوالدين. كذلك طاعة الوالدين شيء مهم جدا ويساعدنا على النجاح في حياتنا وتحقيق أماني. كذلك علينا بطاعة الأستاذة واحترامها وطاعة جميع الأساتذة هنا بهذه المدرسة. أقول لكم شكرا لكم، بارك الله فيكم، أتمنى لكم التوفيق وأتمنى من الله أن يحقق لكم جميع ما تمنيتم. شكرا لكم للمرة الثانية وأقول لكم إلى اللقاء ومع السلامة. ونديروا إلى اللقاء ومع السلامة للكاميرا، يلا إلى اللقاء ومع السلامة، إلى اللقاء ومع السلامة.